السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والرضا والسرور. عندي تعليق على قضية زوران، أبى أفصلها لكم شوي. رأيي في زوران لم يتغير، قلته من قبل ولا زلت أردده. هو مدرب لا يعرف قيمة نفسه الفنية أبدا. لديه أخطاء فنية وللأسف أنها فادحة، ولما تحدثت عنها إعلاميا قالوا لي أنت تحارب زوران. أنا ما حارب حبيبي، أنا أتكلم باللي أنا أقتنع فيه. في عالم كرة القدم وتحديدا الفرق الكبيرة اللي تبي تحقق بطولة الدوري، القاعدة تقول اهزم الفرق الأقل منك إمكانيات وحاول ما تخسر من الفرق المنافسة. زوران طبق النصف الأصعب، بينما النصف الأسهل خسره بجدارة وبأمور غريبة. زوران ارتكب أخطاء فادحة، ولكن هناك من كان يسلك له علشان حسين عبد الغني. البعض لم يكن يهم نادي النصر، كان يهمهم فقط إبعاد حسين عبد الغني لضرب الأمير فيصل بن تركي، وللأسف الشديد الضحية نادي النصر. من أخطاء زوران اللي سبق تحدثت عنها إعلاميا في مباراة النصر والخليج، يبعد 6 لعيبة دفعة واحدة ويدخل 6 جدد. كيف ما أدري. مباراة النصر والوطني في كأس ولي العهد، يروح المباراة بمهاجم واحد فقط لا غير. كيف ما أدري. أبعد حسين عبد الغني، ورأيي في حسين عبد الغني قلته، حسين عبد الغني فنيا مكانه لا زال موجود طالما ما له بديل. طيب أنت وجدت بديل يا زوران؟ مباراة النصر والتعاون مهزوم 2 ويتأخر في التغييرات، ولما سوى التغييرات وهو متأخر كاد يسجل التعادل لولا عنجهية توماسوف. مباراة الشباب أخطأ في الطريقة وفي التشكيلة، ولما حاول يعدل تأخر، ولما لعب مهاجمين كاد هزاز يسجل هدفين. مباراة الاتفاق أخطأ في التشكيل وفي طريقة اللعب، ولما جاء بين الشوطين لعب مهاجمين وعدل طريقة اللعب وقلنا له برافو عليك، لكنه كان أخطأ. مباراة الهلال في الدوري اللي انتهت بالتعادل فاجأ الجميع بطريقة 3-6-1 اللي أنهكت الفريق ليقيا. بعد دقيقة 55 النصر ليقيا انتهى. الهلال لو استطاع تسجيل هدف التقدم كان ممكن يسجل ثالث ورابع. النصر ليقيا انتهى في ذيك المباراة. مباراة النصر والهلال بكاس ولي العهد كان مجنون، عمل شيء جيد وغامر في شيء ثاني. لعب 3-6-1 لكن حط في لعيبة الوسط لعيبة جرايين، لعيبة شباب يجرون. غامر بإبراهيم غالب ليبرو. نجح زوران ولعب مباراة كبيرة أمام الهلال بنجاح إبراهيم غالب وعبد الرحمن الدوسري وسامي النجع ومن معهم، ولكن زوران يواصل نجاحاته في المباريات الكبيرة، ولكنه سقط في المباريات أمام الفرق الأقل إمكانيات من نادي النصر للأسف. زوران بسبب النتائج التي حققها مع بعض الفرق الأقل منها إمكانيات أصبح النصر فارق بينه وبين المركز الأول 8 نقاط للأسف. سبق أني تحدثت وسبق أني قلتها بدل مرة 1000، زوران مع فيصل بن تركي، فيصل لم يتدخل في عمله نهائيا. زوران جلس مع النصر 2 الموسم، لم يثبت على طريقة ولم يثبت على تشكيله ولم يجد بديلا لحسين عبد الغني. لك أن تتخيل أن زوران غير مقتنع بأحمد عكاش نهائيا ويعرف بأن حسين أفضل منه لكنه كابر. المصيبة مدرج يدعمه، لاعبين يسجلون أهداف يروحون لك دعم، وفي النهاية يخذلهم بالذهاب للعين. تخيل. وفي النهاية يأتي من يأتي ويتحدث. زوران أجبر على هذا الحديث، لا حسين تدخل. يا جماعة احترموا عقولنا، عيب والله عيب. ايش القوة اللي يملكها حسين عبد الغني ولا فيصل بن تركي علشان يروح يكلم العين ويقول لهم تعالوا خذوا مدربنا؟ يا جماعة عيب والله. الأمر ولادها اللي سواه زوران قدام القادسية كالعادة، يبدأ بالطريقة الخطأ وبالتشكيل الخطأ، وفي الدكة يضع الأسماء الخطأ. مادو جاهز طول الوقت معه ويروح يجيب محمد عيد اللي له شهرين ما لعب، والنتيجة 3-1. النصر يستطيع التقليص ويسجل الهدف الثاني، ورغم ذلك في دقيقة 57 يغير تغييرين. علاوة على التخبص اللي خبصها في المباراة، بعد ما تنتهي المباراة يعطي اللعيبة إجازة يومين. أنا بنجن ما أدري شلون الآدمي. ولما أربط الأحداث لمباراة القادسية
بمفاوضات العين معه بكل أمانة أقول أن الرجل بحث عن الإقالة. كتبت رأيي في زوران وقلت في مداخلة في قناة 24 وقلت أنه طعن النصر. لاموني كثيرين وكذبوني. أحترم وجهة نظرهم، ولكني في النهاية إعلامي أحاول قدر الإمكان أن أصل للمعلومات الأدق، ولكن ما هو موقفهم الآن بعد ما اسمع زوران؟ في النهاية النصر كيان شامخ وكبير، وسيظل شامخ وكبير، وسيظل بمن حضر. السلام عليكم.